اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بيتيفور العيد. كل سنه وانتم طيبين. البيتيفور بتاعنا النهارده كده فاخر من الاخر، شكل وطعم مفيش بعد كده. المقادير بتاعته بسيطه جدا وهنعمله بكل سهوله. هو الفيديو بسيط قوي ومش عايزين نكلكع الامور يا جماعه، بس بجد هو سهل جدا. وبنفس العجينه بتاعتنا النهارده هتقدري تشتغلي بكيس الحلواني وكمان بالمكنه. لو انت ما عندكيش مكنه ممكن تشتغلي بكيس الحلواني، ولو عندك مكنه هتشتغلي بيها بكل سهوله. تابعيني بقى في الفيديو علشان تشوفي الطريقة. ويلا كده بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. زي ما قلت لكم كده مقاديرنا سهلة وبسيطة جدا. انا في البداية كده معايا 600 جرام من الدقيق. الدقيق ده بتاع كحك وبسكوت، يعني لازم يا جماعة نخلي بالنا في النواعم بالذات من الدقيق اللي احنا هنشتغل بيه. يا اما دقيق كحك وبسكوت، وده لو مش موجود ومش متوفر يبقى هناخد دقيق جميع الاستخدامات او دقيق الضحى. الحاجات دي كلها بتبقى حلوة قوي في النواعم. جبت كده 600 جرام من الدقيق ونخلتهم كده زي ما انتم شايفين، وحطيت رشة ملح بسيطة، وكمان هحط معلقة كبيرة من النشا. ما تقلقيش من النشا خالص، النشا بيزود النعومة بتاعته. وهحط كده نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. انا بحب احط له حاجة بسيطة كده من البيكنج باودر. وهقلب بقى المكونات دي مع بعض. يبقى انا كده حطيت الدقيق مع الملح مع النشا مع البيكنج باودر. وجبت كده 500 جرام من الزبدة، يعني نص كيلو من الزبدة. طبعا الزبدة اللي انت عايزاها وبتفضليها حطيها. انا حطيت النهاردة زبدة نيوزيلندي، بتدي طعم حلو قوي. لو عايزة زبدة فرن او اي نوع زبدة براحتك، بس ما تكونش زبدة فلاحي عشان ما يكونش فيها نسبة لبن كتير. ونقطة تانية مهمة جدا، لازم تكون الزبدة بتاعتنا خارجة من التلاجة، مش من الفريزر، لا من التلاجة. يعني هي لو موجودة عندك في الفريزر تنزليها من بالليل كده على رف التلاجة وتشتغلي بيها. انا حطيت عليها كده 150 جرام من السكر البودر. السكر البودر ده ممكن تشتريه جاهز، بس انا بصراحة بفضل ان انا اعمله في الكبة بتاعة الخلاط بتاعي او في المطحنة، بيبقى حلو جدا. حطيت الزبدة على السكر، وزي ما انتوا شفتوا كده انا لينتهم الاول بايديا علشان بتبقى الزبدة طالعة من التلاجة ممكن تكسر لي السلوك بتاعة المضرب. وضربتهم كويس جدا لغاية ما بقى القوام كريمي بالشكل ده. ودلوقتي هبتدي اضيف 3 بيضات. بس خلي بالكم يا جماعه من البيض، انا بحط بيضتين كاملين. البيضتين اللي انا حطيتهم في الاول دول كاملين، والبيضه الثالثه اللي انا هضيفها دلوقتي دي صفار بس. يبقى انا بحط بيضتين كاملين وبحط صفاره واحده بس. الثالثه الاخيره اللي انا حطيتها دلوقتي دي عباره عن صفاره واحده بس. شايله البياض ومش مستخدماه، ممكن تستخدميه في اي حاجه تانية. وحطيت طبعا على البيض فانيليا. وابتدأت أضرب بالمضرب زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي خلاص أنا رفعت المضرب وابتدأت أضيف المواد الجافة اللي احنا عملناها مع بعض في أول خطوة. الدقيق والنشا وكمان ذرة الملح الصغيرة، وكمان نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هضيف بقى الدقيق بتاعي أو المواد الجافة بتاعتي شوية بشوية، منزلش بيهم كلهم مرة واحدة. أنا ضفت النص في الأول، نص المواد الجافة على الزبدة اللي أنا خلطتها مع السكر والبيض. وابتدأت كده أعجن بإيدي. انا في النواعم مش بعجن ولا حاجه، بس انا بلم المكونات كده بايدي زي ما انتوا شايفين. بجيب من تحت لفوق كده زي ما انتوا شايفين. جبت بقى بوله فاضيه وابتدات اقسم العجين بتاعي علشان نعمل جزء بالكاكاو. انت لو ما بتحبيش الكاكاو يبقى هتشتغلي على طول، مش هتقسمي العجينه ولا حاجه. لكن انا هنا قسمت العجينه تقريبا بالنص، واخدت نصها وابتدات اضيف الدقيق الباقي على العجينه، بس برضو بضيفه واحده بواحده. اهو زي ما انتوا شايفين كده بضيف جزء بجزء. وبقلب برضو المكونات مع بعض. اتعودي كده في النواعم بالذات ان انت تضيفي الدقيق جزء بجزء، لان الدقيق اللي انت بتشتغلي بيه غير الدقيق اللي انا بشتغل بيه، غير الدقيق اللي حد تاني بيشتغل بيه. كل شركة وبيبقى ليها دقيق معين، فخلي بالك من موضوع الدقيق بالذات. اهو شايفين الايد اللي انا بعجن بيها ملزقة خالص، بس الايد التانية انا حطيتها كده على العجين ما لزقتش خالص. يبقى انا كده هوقف ومش هحط دقيق تاني. بس هي اخدت المقدار كله لان انا عارفة المقدار بتاعي وعارفة الدقيق بتاعي وبستعمله على طول. كده خلاص العجينة اللي هي البيضة اللي بالفانيليا بقت تمام. خلصتها كده وركنتها وغطيتها وسبتها. هاخد بقى الجزء التاني، هحط كده 3 معالق كبار من الكاكاو. عايزة تزودي او تقللي براحتك. بس في نقطة مهمة، ما تستخدميش غير الكاكاو الاسباني او كاكاو دريم. اي كاكاو موجود تاني في مصر هنا بيبقى وحش جدا. خلي بالك من الحتة دي، هيبوظ لك العجينة وهيخلي اللون والطعم مش حلو خالص. انا حطيت كده 3 معالق كبار، وابتدأت ان انا اقلب العجينة بتاعتي بالشكل ده. ال3 معالق الكبار اللي انا حطيتهم دول بدل الدقيق، يعني احنا فصلنا عشان ما نحطش الدقيق كله وبعد كده نحط الكاكاو العجينة بتاعتي بتنشف. لا كده كويس قوي. انا فصلت لسه والعجينة طرية وهي لسه محتاجة دقيق، وابتدأت احط الكاكاو بدل الدقيق.
كده خلاص بقى عندي جزء بالفانيليا وجزء بالكاكاو، او جزء ابيض وجزء بالكاكاو. هجيب كده كيس حلواني وهبتدي ان انا احط فيه العجينه، وده القمع اللي انا هستخدمه، ده بيخلي شكل الورده حلو قوي. قمع التزيين ده بيديني شكل حلو قوي. لو عايزه تاخدي منه سكرين وقفي الشاشه واعملي سكرين وهاتي زيه. حطيت كده كيس الحلواني البلاستيك جوه الكيس بتاعي علشان ما يوسخوش والعمر بتاعه ما يقصرش بسرعه، وابتدأت اشتغل بالشكل ده. بصوا بقى، شايفين النقشة جميلة جدا وبتنزل بكل سهولة، وده يرجع للمقادير بتاعتنا مظبوطة جدا. وكمان قمع التزيين اللي انا استخدمته بيدي شكل حلو قوي. بصوا بقى شكلها حلو جدا ازاي، وبتنزل بكل سهولة، مش عايزة صعوبة ولا اي حاجة خالص. ممكن تستخدمي كيس الحلواني ده لو انت ما عندكيش المكنة. ممكن كمان بنفس العجينة هنستخدم دلوقتي المكنة وهتشوفي. في ناس عندها المكنة وبتحب الأشكال بتاعة المكنة. أنا بصراحة من الناس دي، اللي أنا بحب أعمل أشكال اللي والدتي زمان كانت بتعملها، كانت بتبقى حلوة قوي. ودي طريقة تانية برضو للتشكيل، بتعمليها بالتنقيط بالشكل ده، بس الشكل الأولاني أنا بفضله أكتر. لو خلصنا الصاج الأولاني اهو زي ما انتوا شايفين، ابتدأت بقى أجيب شوكليت شيبس كده وأحطها في النص، برضو بتديني شكل جمالي حلو قوي. أنا بحطها في نص البتيفورة كده، مش بتسيح في الفرن ولا أي حاجة. شايفين بقى الشكل بتاعها حلو جدا. ودلوقتي بقى انا هجيب المكنه كده واحط فيها العجينه. الناس اللي عندها المكنه طبعا عارفه طريقه التشغيل. شايفين البتفور بتاعي بينزل بكل سهوله. لو عايزاه كبير شويه اضغطي ضغطه كبيره، لو عايزاه البتفوريه بتاعتك صغيره اضغطي ضغطه صغيره كده، على حسب ما انت عايزه. وبينزل معانا بكل سهوله، مش عايز اي حاجه خالص، ولا في زيادات ولا الكلام ده. شايفين بقى الجمال والحلاوه. الشكل اللي انت بتفضليه استخدميه اهو، شكله تحفه. ولولا ان المقادير مظبوطه والعجينه تمام، مش هينزل معاكي بكل سهوله من المكنه كده. انا عملت جزء كبير من العجين في صينيه في الفرن. انا دخلتها دلوقتي، هقول لكم برضو على طريقه السوى، ودول 4 صواني، وفي حوالي 3 صواني تانيين. بس في حاجه مهمه، انا ببدا الاول اشتغل البيتيفور الابيض، وبعد ما بخلص الابيض ببدا اشتغل الكاكاو. ومهم جدا كمان في التسويه ان انت تحطي كده مع صينيه الكاكاو واحده ابيض، علشان تعرفي استوى ولا ما استواش. خلاص كده اهو طلع من الفرن، شكله تحفة جدا. انا بدخله على درجة حرارة 180، ما تحاوليش تزودي عن كده، عشان احنا مش بنحب لونه احمر. اللون ده بيبقى حلو جدا. بيقعد حوالي تلت ساعة. شايفين بقى الشوكولاتة اللي انا حطيتها في النص اداته شكل حلو جدا، ومسحتش ولا اي حاجة. والنقشة بتاعت البيتيفور ثابتة جدا، سواء في بتاع المكنة او بتاع قمع التزيين. يعني بصراحة يا جماعة المقادير دي من الآخر، لو جربتوها هتعتمدوها دايما وهتشتغلوا بنفس الطريقة. اللي انتوا شايفينه ده بتاع المكنة، النقشة بتاعته حلوة جدا. والأولاني كان بتاع القمع. الاتنين بصراحة أحلى من بعض، بس أنا عن نفسي أنا بفضل الأشكال بتاعة المكنة، لأن أنا أمي زمان كانت بتعمل الأشكال دي وأنا بصراحة بحبها جدا. أنا دلوقتي بقى هبتدي إن أنا أزين البيتيفور بتاعي كده بطريقة سهلة. جبت كده شوكولاتة خام غامقة، وكمان شوكولاتة بيضة، وجبت شوية مكسرات وجوز هند، وده عسل يعني سيرب تقيل. انا بعمله زي الشربات كده بس بتقله. بصراحة مش بحب المربى خالص، انا بحب العسل ده. انت لو عايزة تستخدمي مربى مفيش اي مشكلة. انا بجيب كده بوتيفورتين شكل بعض، وبحط كده عسل بسيط قوي في النص يلزق، بس مش اكتر من كده. بس لازم يكون العسل ده تقيل، يعني يبقى القوام بتاعه تقيل، ما يبقاش خفيف، عشان يلزق البوتيفورتين في بعض. بحط حاجة بسيطة كده، مسحة صغيرة بلزقهم في بعض، وبعد كده بقى بغطس نصها كده في الشوكولاتة الخام، سواء الغامقة أو الشوكولاتة البيضة زي ما يعجبك. التزيين ده بقى بتاعك انتي، طلعي كده مواهبك وزوقي كده البيتيفور بتاعك بطريقة حلوة. أنا بس هوريك كده شوية أفكار بسيطة. بلزقهم كده مع بعض، اتنين شكل بعض، وبحط في الشوكولاتة، وبعد كده بقى في المكسرات أو في جوز الهند أو في الفرماسيل كمان، بتبقى برضو شكله حلو جدا. شايفين بقى الحلاوة والطعامة والرقة والشياكة، مفيش بعد كده. وعايزة تعمليه سادة يعني في الشوكولاتة بس، وما تحطيش في اي حاجة تاني، مفيش اي مشكلة. اهو شايفين الشكل بتاعه تحفة. بس مش عارفة الكاميرا في المقطع ده بهتانة شوية، بس انا هوريهولكوا دلوقتي كمان لما هنحطه في علبة الكحك والبسكوت. تقدري بقى تقدميه لضيوفك، وتقدري كمان تاخدي العلبة دي كده حاجة كده شيك، لو عايزة تهدي بيها اي حد كده في العيد. مفيش بعد كده. اهو شايفين بقى الجمال والحلاوة. انا كمان لزقت الكاكاو، وبعد كده جبت كورنيه كده فيه شوكولاتة بيضة، ومشيت عليه كده، ادى شكل جمالي حلو قوي. التزيين ده بقى بتاعك انت، زي ما قلتلك اعملي اللي نفسك فيه واللي انت عايزاه.
بس زي ما انتوا شايفين كده شكل البيتيفور تحفة، والطعم بتاعه يا جماعة وهم، مفيش بعد كده. اهم حاجة تستخدمي زبدة تكون طعمها كويس، هتديكي طعم حلو قوي، والنقشة بتاعته ثابتة وكمان ناعم جدا. انا عايزة اكسر واحدة، هكسرها معاكم دلوقتي وهوريكم النعومة بتاعته. حطيته كمان في علبة الكحك والبسكوت، بقى شكله تحفة. العلبة دي بيبقى فيها فواصل كده في النص، ممكن تحطي في ناحية كده كحك وناحية بسكوت وناحية بيتيفور وناحية غريبة، اللي تفضليه بقى واللي تحبيه. شايفين بقى ناعم ازاي؟ تحفة من الاخر. زي ما انتوا شفتوا كده الطريقة بتاعتنا سهلة وبسيطة وحاجة كده فاخر من الاخر، يعني نقدر نقول ان الجمال عدى الكلام. شايفين بقى البيتيفور بتاعنا النهاردة حاجة مفيش بعد كده. يلا قومي بقى هاتي المكونات بتاعتك واعمليه وتشجعي، ما تشتريش حاجة من بره. حاجتك اللي بتعمليها في البيت احلى من اي حاجة بتجيبيها من بره. انا بتمنى يكون الفيديو بتاعنا النهاردة عجبك، ولو عجبك بقى ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. يلا باي باي، سلام.